ازيكم يا جماعه؟ فيديو النهارده تكمله لمكتبه التمارين. تمارين النهارده انكلاين باربل بنش بريس. هنشرح ازاي نطبق التمرين ده صح 100% من غير ولا غلط. البار العالي مش من اكتر التمارين اللي بلعبها في الجدول، بس ده ما يمنعش انه تمرين فعال جدا واتمرنوا ابطال وعملوا منه عضلات. البار العالي برضه تمرين مركب زيه زي البار فلات، ويعتبر نفس العضلات اللي اشتغلت في البار الفلات هي اللي اشتغلت في البار العالي. الصدر كعضله اساسيه لكن بتركيز اكتر على الجزء العلوي، الترايسبس عضله مساعده، والكتف الامامي عضله مساعده. ونبدا نظبط السيت اب للتمرين. وضع جسمك على البنش، عينك تحت البار فده تقدر تتحكم فيه من ارتفاع الكرسي. المسكه اوسع من كتفك درجتين، تعمل ارش بظهرك بسيط وتثبت رجلك في الارض كويس. تبدا ترفع البار من على الراك وتخلي البار فوق كتفك مباشره. تبدا النزله تنزل بالبار عند الصدر العلوي، كوعك بزاويه 45 وتطلع بزاويه لورا بسيطه، وما تقفلش الحركه فوق، اطلع وخلي كوعك لسه ماشي. ونيجي للاخطاء الشائعه اللي ممكن تحصل في التمرين. اول غلطه انك تكون قدام بزياده وتاخد البار من ورا كتفك. تاني غلطه والاهم ان كوعك يكون مفتوح زاويه 90، ده بيحط حمل على الكتف ممكن يعرضك لاصابه. واخر غلطه عدم ثباتك وتغيير وضع جسمك، وفي الاخر التمرين هيكون بالطريقه دي. ونصيحه سريعه، لو هتلعب على بنش زي ده خلي على طول حد وراك يأمنك، مش لازم توصل فيلير، ممكن تسيب عدة او اتنين بس كده. ده كان شرح سريع لتمرين البار العالي للصدر العلوي. لو عجبك الفيديو واستفدت اعمل لايك وسبسكرايب واستنى الفيديو اللي جاي.